في نص الملعب، على امل ان هو ده. طبعا بص امير شايل دي صعبه جدا 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 لانها قريبه، وسماره شايطها من حته كويسه قوي. ودي رد فعل كويس قوي الامير. في اتنين كمان زيهم، فيعني برضو بص يا كابتن، بص في اخر لحظه مظبوط فحاطط ايده كلها. فبالتالي برضو مش عايزين نلومه في الجون، وعايزين ايه نصيطه في الكره دي، في الكره في العارضه. أكيد. ده سماره اللي انا بعتبره نجم اللقاء. لكن المقاولين العرب بشكل اللي انت شفته استعاد بعض من خطورته ولا لسه؟ عنده مشكله كبيره جدا يا كابتن. اكتر فرقه في الدوري بتضيع. رضا الويشي مضيع له اكتر من 3-4 انفرادات. بص يا كابتن دي تضيع مش ممكن. لو رقص امير يمين، لو رقص امير شمال، لو حطها بيمينه، ففي مشكله كبيره. ده الهدف برضو غلطه كبيره جدا من باسم علي، اللعيب كويس قوي قوي، الباك رايت، ولعيب صغير لكن هو بياخد خبره من الحاجات دي. الكره دي لو انا شايف حواليا انا ممكن اوقفها وابتدي بيها هجمه لفرقتي. طب لو انا عايز اشيلها بالرجل مش العكسيه، اشيلها بشمالي. طب لو انا ما بعرفش العب بشمالي احطها في الكورنر. مظبوط. لكن ان انا احطها لعبد الله السيسي، وكمان عبد الله السيسي يعني مش اي حد. يعني جون. فبالتالي طبعا ده الكلام ده كان في الدقيقه 82. فيعني الكابتن علاء ميهوب كان شايط للاسف. طبعا ده احمد شديد قناوي بيشيلها، رجعت لباسم. بصوا حطها له فين. حلو قوي يعني مفيش احسن من كده. طبعا. لكن هي خبره واللعيب بيتعلم منها. ولقطها السيسي خلاص. ده هداف النادي المصري ولعيب كويس قوي. نسينا نقوله من اللعيبه الافارقه ضمن المجيدين اللي هم ممكن لو راح الاهلي او لو راح الزمالك. والياسو طبعا في خط الدفاع. وان كان طبعا عبد الله السيسي فرق كبير جدا عن الياسو، سواء في المهاره او في رد الفعل. ده برضو ده محمد صلاح وبيشوط كرة في الاخر. لكن نادي المقاولين ضيع من ايده الفوز. ويحسب للكابتن علاء ميهوب نقطه مهمه جدا بقى، انه لما كان مغلوب لاعب 3 رؤوس حربه. يعني راح منزل ابراهيم الهلالي مع عبد الله السيسي مع احمد شرويده، تحتيهم محمود عبد الحكيم. فدي تحسب للكابتن علاء في اول مباراه يديرها كمدير فني. بالظبط. يعني دي مساله مش سهله. انا بمسك فريق